مفيش كلام برضو، ده من وجهة نظرنا ونشوف بقى من وجهة نظره بتقول ايه. مساء الخير يا كابتن ابراهيم. مساء الفل يا سيف، الله عليك وعلى كلامك الجميل ده. ايه رأي حضرتك؟ ايه رأي حضرتك؟ قالوا لي الكابتن ابراهيم معاك على طول. انا بضحك، الناس حواليا بتقول لي بتضحك على ايه؟ حبيبي يا كابتن، ازي حضرتك؟ بقول لهم سيف زاهر جميل. ربنا يخليك. بادي كلام جميل، فلازم الكلام يطلع جميل يا سيف طبعا. من ذوق حضرتك لازم كده ناخد حضرتك الاول ونقدم حاجه، يعني لازم نعمل كده. يا رب ربنا يخليك يا رب. اولا مبروك للثلاث فرق يا سيف. طبعا طبعا. في ظل الظروف الصعبه كلها، مش نادي الزمالك طبعا، حضرتك عارف اللي بيعيش ظروف صعبه، بس يعني كل الانديه الحقيقه يمكن نادي الزمالك بس الفرقه اللي كانت قدامه كانت اقوى شويه، على اساس انها لها تاريخ وبتنتمي لمدرسه عريقه في كره القدم يعني. والنتيجه اللي احنا حققناها برضه يعني عوامل كتير جدا يا سيف خلت المباراه صعبه جدا يعني. طبعا. الحمد لله رب العالمين، انجاز مستحق حسن شحاته ورجالته والنادي الزمالك. النادي الاهلي نفس القصه برضه، انجاز جيد جدا، وايضا النادي انبي. نتمنى يا سيف ان شاء الله ان الكونفدراليه وكاس رابطه الابطال مصريين، لان انا اتصور مصر محتاجه يا سيف للبطولات دي، وكلنا عرفنا قد ايه كره القدم بتجمع وتوحد الشعب المصري من 2006 حتى الان. كابتن ابراهيم، بمنتهى الصراحه بعد ما باركنا لحضرتك دايما في مداخلاتك معانا، وانت عارف سياستنا احنا بنحاول نهدي اي موضوع، عندنا قناعه دايما ان اي موضوع بسيط جدا بس الاعلام بيكبره. في اول موضوع عرفنا ان في خلاف ما بين الكابتن اسماعيل يوسف وهو رمز من رموز نادي الزمالك، الكابتن احمد سليمان وهو رمز من رموز منتخب مصر، يعني خلاف بسيط، وسمعنا ان حضرتك ممكن تتدخل وتحل وتقرب وجهات النظر. لا، وهو احمد سليمان ومن الزمالك برضه، يعني منتخب مصر ونادي الزمالك، واسماعيل منتخب مصر ونادي الزمالك. لا، ما هو انا اخوهم الكبير برضه، يعني انا يعني لا اجد غضاضه ولا ضرر ولا تضرر من اني انا اتدخل. اولا طبعا انا الحقيقه مش متابع جيد يا سيف انت عارف انا قلت فاشن يا سيف شويه، موضه قديمه. يمكن عبد الرحمن ابني وياسمين ولادي بقى هم اللي شاطرين في القصه دي، فبيتابعوا المواقع وكده. فانا اسف، انا بعتذر عن جهلي طبعا، لاني مش عارف الموضوع ايه اللي حصل. لا، هو حضرتك بمنتهى الصراحه، انت حضرتك عارف ان في مشكله في القائمه الافريقيه في تأييد 2 حراس مرمى. الكابتن اسماعيل يوسف كان ليه تصريح قال ان ده يعني كان موضوع الكابتن احمد سليمان. الكابتن احمد سليمان قال ده اختصاصات كابتن اسماعيل يوسف. بمنتهى الصراحه بقى واولاد الحلال ظبطوا الدنيا. وعموما انا برضه موضوع التصريحات دي مش حاببها، لان انا حتى كنت ضحيه احد التصريحات برضه، زي ما حضرتك عارف يا سيف اللي حصل وانا في الكوت ديفوار طبعا. يعني انا مش عايز اغير الموضوع، بس ايه، لا انا عايز حضرتك تخلص النقطه دي عشان ناخد الثانيه، لان جاي لحضرتك في النقطه دي. انا لسه بقول لك يا سيف الحديث بالحديث يذكر يعني. لكن موضوع اسماعيل واحمد دول ولاد نادي الزمالك، احنا كلنا بنعتز بيهم جدا طبعا. وما فيش حد يشكك في زملكاويتهم ولا يشكك في عطائهم للنادي. يعني يمكن احمد ما لعبش نادي الزمالك، لكن ادى نادي الزمالك مع الكابتن جوهري، ومش منتخب بس، لا اشتغل مع الكابتن جوهري لما كان ماسك نادي الزمالك، وقبل بلاء حسنا اشتغل مع المنتخب، والمنتخب ما هو الاساس برضه. واسماعيل يوسف ده راجل لعب كاس عالم وكابتن النادي وكابتن نادي الزمالك. فانا شايف ان الموضوع يعني انا ربنا يسهل ان شاء الله، واحاول ان انا اقرب وجهات النظر، لان هم اخوات يعني انا ما اعرفش، يعني الشيطان شاطر فعلا، يعني زي ما بيقولوا الشيطان شاطر. فانا اتصور ان لازم سمعه يهدى شويه، ولازم احمد يهدى شويه. وانا على فكره انا قريت تصريح لاحمد سليمان يا سيف، انه هو بيغني النهارده الصبح، بيغني طبعا نادي الزمالك طبعا، وبيقول ده انجاز يحسب للجهاز الفني. وهو لما يقول الجهاز الفني ومش حتى بس طبعا. طب هو الموضوع يا كابتن ابراهيم واضح ان هو ممكن يكلفك، بس يعني اكله سمك، اكله غدا على انا عينيا يا سيف والله. لا انا عينيا، انت عارف انا كريم، انا اسواني، انت عارف بتوع اسوان كوره. ربنا يكرمك يا كابتن. الموضوع الثاني بقى يا كابتن ابراهيم، موضوع انا لما سمعناه في الاول ما فهمناش حاجه، وبعدين زعنا طبعا الخبر امبارح ان مجلس الاداره عامل انعقاد، او المهندس رؤوف جاسر، وبيتكلموا في الموضوع، وعندنا احساس ان اكيد في سوء تفاهم، يعني اكيد التصريحات دي ما طلعتش في حاجه، في موضوع احنا مش فاهمينه، فقلنا نسال حضرتك. لا والله، بص، هو حصل برضه سوء تفاهم. انا كان ليا كلام اتحرف، وقلت الكلام ده على موقع نادي الزمالك من خلال اتصالي بالاخ العزيز اسامه ابو زيد ومحمد الدمرداش، وقلت لهم يا جماعه، انا اول لما وصلت اجتمعت بالبعثه الاعلاميه اللي كانت مرافقه لينا الزملاء الافاضل كلهم. قلت لهم يا جماعه، لما حاولوا يكلموني في اي مواضيع اخرى عن نطاق المباراه، قلت لهم يا جماعه احنا جايين كلنا في مهمه،
ومهمتنا ان احنا نساند نادي الزمالك، وبعد كده نقعد مع بعض اللي انتوا عايزينه. طبعا ما فيش حاجه تستخبى عليكم على الاطلاق يعني. وانت عارف اسلوبي، انا ما بجرحش يا سيف يالا ولا بنقد، بس ببقى عارف الكلام امتى يتقال وفي موقعه امتى والمكان والزمان. طبعا احد الزملاء لما بيشذ شويه على المجموعه مش مشكله يعني، احنا كلنا ايه عناصر اللعبه، لازم كلنا ايه نقدر في بعض. فهم حرفوا الكلام بتاع كنت اتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك بالكامل يحضر في كوت ديفوار ليساند الفريق. الجمله بسيطه جدا وهاديه وزي ما انا بقولها كده، ولكن كل واحد فينا له ظروفه طبعا، ومجرد حضور واحد فهو يمثل الجميع طبعا. الاخ طبعا اللي هو شاذ عن القصه دي قال لك ده ابراهيم بيعتب على مجلس اداره نادي الزمالك، وان هم ما معناه يعني معنى الكلام ان هم هربوا من هذا اللقاء، واللي اعتذر واللي وطبعا ولاد الحلال زي ما انت بتقول ما بيصدقوا. طبعا انا كان لازم، احنا عندنا موقع رسمي يا سيف، فلازم لما اعرف هذا الكلام اكذبه. طب ليه وليه بقى؟ انا بمجرد ما كذبت هذا الكلام يا سيف كأن انا دخلت باب جهنم. تصور يعملوا عليك مؤامرة الموجودين كلهم ويقطعوك وانت ابن بلدهم واخوهم الكبير. بس كابتن ابراهيم، عايز اسال حضرتك سؤال. مش شايف حضرتك ان مجلس اداره الزمالك يعمل اجتماع ويدعو مجلس الاداره الموضوع زي ده يخلص بالتليفون حاجه غريبه شويه؟ لا انا ما عنديش فكره، انا اول مره اسمع الكلام ده يا سيف. اول مره حضرتك تعرف ان في دعوه وجهها المهندس رؤوف جاسر؟ احنا يعني خبر كان معانا حضرتك امبارح. والله اول مره اعرف، انا لسه جاي من نادي الزمالك دلوقتي يا سيف حالا. وكنت قاعد مع اللواء علاء ميلد وقاعد مع اللواء صبري سراج، ومحدش قال لي هذا الكلام، ومفيش حد يجرؤ في نادي الزمالك انه يعمل الكلام ده. معلش يا سيف، يبقى ده برضه خبر مش مظبوط. كويس على لسان حضرتك بتوضح برضه للجمهور. لا والله لم يحدث. تمام. اصلي بص، لو حصل يبقى يوم القيامه قام. معلش انا اسف، لا معلش، انت هو الهرم اتقلب ولا ايه يا سيف؟ حبيبي يا كابتن ابراهيم والله حبيبي. لا انا اسف ان انا بقول الكلام ده، ولكن ده كلام من القلب. صح والله. لا يوم القيامه قام. صح، احلى كلمه الهرم اتقلب. صح والله. لا الهرم اتقلب، يا نهار اسود يا نهار اسود. صح. على راي محمد الليمبي، محمد سعد، يا نهار اسود يا نهار اسود. ايه ده على العموم يا كابتن ابراهيم، لا والنبي يا سيف والنبي اتاكد من الخبر ده. هتاكد والله وراجع حضرتك. بس على العموم انا من غير ما اتاكد. مش مصدق، اصل انا مش مصدق. لا حضرتك، انا من غير ما اتاكد احنا بناخد طبعا تصريح حضرتك في ميعاد اليوم، لان احنا ما بنحبش نجتهد. وطالما حضرتك قلت لا ما حصلش، لم يحدث وانا مش متصور ان ده ممكن يحدث. تمام خلاص، يبقى تصريح حضرتك يا فندم هو المصدق يا كابتن ابراهيم. انا ما اقعدش، عارف يا سيف، ده انا ما اقعدش في المجلس يوم والله يا سيف. خد الكلام ده على لساني. لو حصل ده وفكروا فيه، بس ده انا ما اقعدش في مجلس اداره الزمالك يوم. لا يا فندم، لا احنا اهم حاجه ان حضرتك تبقى موجود. كابتن ابراهيم يوسف، لا انت ما استفزتنيش يا سيف والله، بالعكس. لا والله يا فندم، لا انا عشان الناس تفهم القصه. تمام. لا يجرؤ ولن يجرؤ، واللي انا عايز اقول ده مش تهديد. تمام. ده انا تاريخي يسمح بكده واشفع بكده يا سيف. لا ما ينفعش انا احبك الحب ده كله وانت ما تستاهلوش، ما ينفعش. صح يا كابتن ابراهيم. لا ما ينفعش يا حبيبي. انت عارف يا فندم اكتر حاجه عجبني في الكلام ايه؟ جمله حضرتك قلتها، هو الهرم اتقلب. احنا بنعاني في بلدنا دلوقتي من كده. لا وجمله جميله حضرتك قلتها. لا وارجوك يا سيف انت وامثالك ما تسمحوش بده. صح يا كابتن، الباراشوتات كتروا يا سيف. والله يا كابتن ابراهيم، احنا عندنا مشكله، بنحاول دايما نجيب المصدر، بنقول الخبر ونجيب المصدر زي حضرتك او اي الباراشوتات كتروا. عارف يعني ايه الباراشوتات؟ احنا في زمن الباراشوت دلوقتي. يعني ايه بقى الباراشوتات كتروا يا كابتن ابراهيم؟ يعني انت تبقى انت صاحب البيت وصاحب الدار وصاحب الاسم وصاحب التاريخ، وتلاقي واحد ما لبسش شورت بحر اصلا ولا مايو بحر وجاي يكلمك في حاجتك يا سيف يا اخويا. لا دي كارثه. لا والناس فاهمه الكلام ده، خلي بالك، الناس مش عبيطه. مظبوط. لا 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 والنبي يا سيف اتاكد من الخبر ده. عينيا هتاكد والنبي، هتاكد وراجع مع حضرتك. وبشكر حضرتك يا كابتن ابراهيم على طولة صبرك معانا، ودايما بتحب توضح